يا مساء الخير والحب والسعادة ورمضان كريم ينعاد عليكم بالصحة والعافية والأمن والأمان يا رب العالمين. إذا مشاهدين شاشة وطن العراقية الرياضية، نبدأ اليوم وياكم بحلقة جديدة من برنامج دوري الجماهير. راح ترافقنا كثير من الفقرات الممتعة والمسلية والمشوقة أكيد، وأيضا ضيوفنا المميزين والمتجددين في كل حلقة. لكن قبل ما نتطرق لفقراتنا خلوني أمسي على زميلي أحمد. مساء الخير يا مساء الخير عليك يا شهد عليك. ورمضان كريم عليك وعلى كل من يتابع ويشاهد قناة الوطن، قناة العراقية الرياضية. تحدي جديد من تحديات دوري الجماهير. اليوم معنا فريقين مليانين تاريخ وعراقة بالتأكيد. اليوم فريقين من محافظاتنا الحبيبة الوسطى والجنوبية. نرحب بالقادم من الجنوب نادي السماوة. مساء الخير عليكم ورمضان كريم. شلونكم وشلون هالسماوة؟ سنة فريقكم مو هالقد، بس اليوم انتم لازم تثبتون العكس، انه انتم جمهور قادم من اجل الفوز. ان شاء الله ان شاء الله نغلبهم ان شاء الله. مستعدين؟ يلا. وايضا نرحب بفريقنا القادم من الفرات الاوسط وزهرة الفرات الاوسط كما يسميها اهلها، نادي الديوانية. مساء الخير عليكم ورمضان كريم. مساء الخير، اهلا وسهلا بكم مشاهدين قناه العراقيه الرياضيه. شلونكم كابتن اليوم؟ الحمد لله. شلون الطريق؟ جايين من اجل البطوله مو من اجل الفوز. جايين من اجل البطولة؟ حلو، يعني بادين باصرار وعزيمه. بادين بقوة. طبعا فقراتنا كثيرة لهذا اليوم وتحدياتنا كثيرة هنا في أرض دوري الجماهير يا شهد. يتفضل معنا كباتن الفرق حتى نجري القرعة وأيضا البداية. نعم. بداية كل مباراة تكون عملية تبادل الأعلام. نعم كباتن. كابتن السماوة، بعد عندنا بعد شو مستعجل؟ مستعجل على المباراة. شلونكم؟ الله يسلمك حبيبي. الاسم بالخير؟ احمد فاضل امانه. حماده شلونك؟ بالماي. شلون صحة؟ الاسم ايضا كابتن اسمك؟ امجد عبد العباس. شلونك استاذ امجد؟ الحمد لله. شلون صحة؟ ان شاء الله خير. مستعدين اليوم زين؟ ان شاء الله. ما عندكم نقص؟ لا ما عندنا نقص. اصابة ما عندكم؟ لا ما كل اللاعبين جاهزين؟ الحمد لله والشكر. احنا موجود الدكتور المعالج؟ نعم مستعدين ما شاء الله. قرار خميس موجود. الديوانية اليوم مستعدين زين وتصريحاتهم قبل المباراة قوية. ما يهمنا التصريح، ها. اهم شيء بالساحه. يعني شادين العزيمة ان شاء الله. ان شاء الله. راح نشوف ضربة البداية مع منو، وكالعادة احنا نسوي قرعة البداية اللي هي تصير عن طريق اللي ياخذ المحبس، هو اللي تكون ضربة البداية معاه. إذن ضربة البداية راح تكون مع فريق الديوانية. خلي نلبسكم شارات الكابتنية، ما انتم اليوم لابسين احمر فراح نعطيكم البرتقالية. وايضا كابتن الاحمر ويا الابيض حلو. مره واحده صرت كابتن وطردت. اليوم ان شاء الله ما تنطرد. لا احمد يقول مرة صرت كابتن وانطردت. هو اليوم ان شاء الله كابتن مرة ثانية وما راح ينطرد. استريحوا كباتن واستعدوا للفقرة الأولى اللي راح نبلش بعد قليل. شهد فقرتنا الأولى شنو راح تكون؟ فقرتنا الأولى هي فقرة من الأرشيف، لكن يا أحمد أنا قبل ما ننتقل للفاصل وننتقل لفقرتنا الأولى خلوني أسمع شيء من الديوانية ومن السماوة سوية فد زوجة. يلا نريد نبدي بنشاط. يلا. ديوان وسماوة سوا ماكو فرق بين عقلين. ديوان وسماوة سوا ماكو فرق بين عقلين. ديوان وسماوة سوا ماكو فرق بين عقلين.
شباب. شكرا شباب، شكرا شباب شكراً السماوة، وايضا جزيلاً. شباب الديوانيه، شكرا لكم. راح نبدي باولى الفقرات يا شهد، فقرتنا الاولى راح تكون من الارشيف. اذا مشاهدينا نشد الرحال وننتقل لفقرتنا الاولى، لكن بعد الفاصل. رجعنا وياكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، وفقرتنا الأولى من الأرشيف هي عبارة عن 5 أسئلة تاريخية راح نسألها للمتسابق اللي راح زميلي أحمد يسحب رقمه من الدورق. نعم. إذا أحمد نبلش بأول سؤال وأول متسابق. بما انه اليوم السماوة لابسين ابيض يا شهد، راح نعطيهم الكرات البيض، ونادي الديوانيه راح ياخذ الكرات البرتقاليه. نعم. يلا نبدي المتسابق بالكرات الأول. البرتقاليه مع فريق الديوانيه. المتسابق الاول رقم 6. رقم 6. كابتن حول للمايك. تفضل كابتن، اسم حضرتك؟ بسام كريم فتلاوي. كابتن بسام، شلونك؟ رمضان شلونه وياك؟ الحمد لله، رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله، مستعد؟ نعم علينا بالصحه والعافيه. امين يا مستعد رب إن شاء الله. العالمين. مستعد؟ ان شاء الله. معلوماتك الرياضيه تمام؟ ان شاء الله. اذا السؤال الاول، في اي عام تاسس نادي الديوانيه؟ بدأ الوقت. 1965. في اي عام؟ بعد عندك وقت. في اي 1965. في اي عام تاسس نادي الديوانيه؟ 1965. متاكد؟ متاكد؟ نعم. ثبت على الاجابه؟ نعم ثبت. ذكرني باسمك كابتن. ذكرني بسام. باسمك. بسام. كابتن بسام، متاكد مثبت؟ نعم. للاسف الاجابه صحيحه. كابتن زين ليش شو تفاجئت؟ تفاجئت. لا مو شغله تفاجأت، بس على الذاكره شوي رجعت لورا. اذا المتسابق الثاني يا احمد. يلا نشوف المتسابق الثاني رقم 5. رقم 5. المتسابق رقم 5. شلونك كابتن؟ اهلا وسهلا. اسم حضرتك؟ كاظم جبار حمزه. شلون كان الطريق من الديوانيه لبغداد؟ والله حلوه الاجواء زينه. الحمد لله. مستعد؟ مستعد ان شاء الله. اذا كابتن خلي اشوف لك سؤال. اوكي، سؤالك هو: هل سبق للنجم الدولي السابق الراحل فالح عبد حاكم تدريب فريق الديوانيه؟ نعم. من يقول؟ انا بدأ أقول. الوقت شهد. احمد ايش قد الوقت؟ بعد ثانية واحدة. كابتن تأنى بالاجابه. نعم. عندك وقت. نعم. مثبت؟ ثبت. الاجابه صحيحه. المتسابق الثالث رقم 14 يا شهد. رقم 14. شلونك كابتن؟ عرفنا بحضرتك؟ الحمد لله، الله يخليك. عرفنا بحضرتك. صفاء حمد. كابتن صفاء، معلوماتك الرياضية تمام؟ ان شاء الله تمام. إن شاء الله. السؤال هو: كم مرة تأهل نادي الديوانية للدور الممتاز؟ بدأ الوقت. 3 مرات. تقدر تعدد للسنين؟ بدون بال غش. 91 وال 92 وال 2016. الغش كان غلط، بس الإجابة هي 3 مرات صحيحة. السؤال الرابع والمتسابق الرابع. رقم 12. رقم 12. رقم 12. الكابتن هنا رقم كابتن 12. هنا رقم 12 طول. مساء الخير مساء كابتن. الخير عليكم على قناة العراقية الرياضية. اشكرك. عرفنا بحضرتك. حسنين رحيم هوني. كابتن حسنين، مستعد؟ إن شاء الله. رمضان شلونه وياك؟ إن شاء الله زينين. ان شاء إن الله. شاء الله. سؤالك هو: ما هو افضل مركز حصل عليه نادي الديوانية في الدور الممتاز؟ بدأ الوقت. بدون غش. 13. متأكد من اجابتك؟ نعم. الوقت موجود وبعد عندك وقت كافي تأنى بالإجابة.
متأكد؟ الإجابة صحيحة. السؤال الخامس والأخير. المتسابق الخامس والأخير، رقم واللي هو 9. راح يعلن حسم الجولة. رقم 9 يا شهد. رقم 9. نعم. شلونك كابتن؟ الحمد لله تمام. اسم حضرتك؟ مصطفى الكبدي. كابتن مستعد؟ نعم. حسم هاي الجولة بيدك. ان شاء الله. في أي موسم حصلت الديوانية على لقب دور الدرجة الأولى وتأهل للدور الممتاز وبدون رد؟ اكيد 2016. 2016 2000؟ من يقول؟ زين أحد غششك؟ لا اكيد انا موجود باللعبه. تمام. إذن الإجابة صحيحة. هذه والله لو نعم. إذن فريق الديوانية من 5 أسئلة استطاع أن يجاوب 5 أجوبة صحيحة، وهاي المهمة صعبة عليكم يا فريق السماوة. لازم 5 أسئلة تجاوبون حتى تعادلون بهاي الفقرة. جاهزين؟ يلا لكل سؤال 20 ثانية، ونشوف أول المتسابقين يا شهد. المتسابق الأول رقم 6. رقم 6. نتعرف بحضرتك كابتن. علي حمزة. شلونك علاوي؟ والله بخير الحمد لله. معلوماتك شلونها؟ زينة زينة؟ ان شاء الله. يلا نبلش بأول الأسئلة. في أي عام شارك السماوة بأول فريق لكرة القدم من بطولة الدوري العراقي لكرة القدم؟ يا موسم شارك السماوة بأول موسم شارك فيه السماوة؟ بدأ الوقت. 63. على كيفك وبدأ الوقت. 74. 74. جواب نهائية. الوقت بدأ يدافع. نهائيا. ثبت يعني؟ شلون دمامك؟ دقنا شوي. يلا نشوف المتسابق الثاني. المتسابق الثاني صاحب رقم 11. 11 شباب. ماكو 11 ماكو. ما موجود؟ يلا مصاب رقم مصاب. 11 انطونا. عنده اصابه بالكاهل وطلع. صاحب رقم 12. 12. يلا نتعرف بحضرتك. سلومي. شلونك سلومي؟ تمام الحمد لله. شلون صحة؟ خير. جاهز؟ جاهز ان شاء الله. الاولى كانت خطره يعني شويه وتخسرون. لا في نعم. يلا عندك 20 ثانيه بعد ما تسمع السؤال. انا ابلش وياك بالوقت. ماشي حبيبي. هل سبق للمدرب سعد حافظ تدريب فريق السماوه؟ لا ابد. الإجابة الثانية صحيحة. يلا نشوف المتسابق الثالث يا شيخ. صاحب رقم 1. رقم 1. يلا الاسم؟ حيدر كريم. حيدور شلونك؟ اهلا وسهلا. شلون الصحة؟ الله يسلمك الله يعزك. عندكم هجمة على الديوانية. ان شاء الله. شلون راح تقول؟ ان شاء الله نقول. سؤالك وركز زين حتى ابدي الوقت وياك. يعتبر شمخ جبر عذاب أول معلم رياضة في محافظة السماوة. نعم. أبدي بالوقت. نعم. ثانيتين يا أحمد. طبعا اكو شيء حلو.
شباب اسعدكم الاجابه الثالثه هم صحيحه وراح تستمرون ويانا. خلينا نشوف المتسابق الرابع يا شباب. صاحب رقم 4. رقم 4. حولوا للمايك. الاسم جاسم. جاسم. نعم. شلونك؟ شلونك عين الله يخليك. جاسم بين طويل بالهيد قوي. راح نلعب لك عرضيه على الديوانيه ونشوفك. يلا. نعم. يعتبر حاتم رشيد ديبس اول رئيس هيئه اداريه لنادي السماوه. نعم. بس خلي ابدي الوقت. شنو تثبت؟ ثبت. نعم. علي. يلا نشوف المتسابق الاخير يا شهد. المتسابق الاخير صاحب رقم 8. 8 شباب. عهد شلونك؟ الحمد لله كابتن. شلون الصحة؟ الحمد لله. هاي اخر هجمة. خير ان شاء لو تعادل فريقك لو تروح النقطتين للديوانية. ان شاء الله. اوكي؟ ان شاء الله. يلا. هل سبق للمدرب خالد عودة تدريب فريق السماوة؟ نعم. شكرا لكم شباب السماوة، ايضا شكرا لشباب الديوانية. 5 أجوبة صحيحة لكل فريق يا شهد. يا أحمد. وبالتالي الفقرة الأولى انتهت بالتعادل. نقطتين لكل فريق. إذا نروح للفقرة الثانية والتحدي الثاني اللي راح يكون السؤال المعاكس أو السؤال المتبادل، لكن بعد الفاصل. رجعنا وياكم مشاهدينا، وفقراتنا لا زالت مستمرة في برنامج دورة جماهير. فقرتنا الثانية هي فقرة السؤال المتبادل أو السؤال المعاكس. شنو هي فقرتنا الثانية يا أحمد؟ طبعا عرفها. كل كابتن راح يجي يتفضل معانا حتى يختار سؤالين للفريق الخصم. تفضلوا كباتن، ولك حق تشاور فريقك باختيار الأسئلة أيضا. هاي الأسئلة اللي موجودة. عندك ذولي الأسئلة كابتن. اختار سؤالين وحتى تسألهم لفريق السماوة اللي أنا مأشرة عليهم، اللي أنا مأشرة حتى عليهم. تشاورون بال لك حق شوفوا تشاور، الأسئلة تختار شباب سؤالين واختاروا من سؤالين. ذولي. بهاي الفقرة طبعا كل فريق يبحث الأصعب للفريق الخصم. بالضبط يا أحمد. ها كابتن يم هنا. ها كابتن أمجد. 3 و7. اوكي. تم الاتفاق؟ تتفضلوا يا حتى تقراهم. يلا. هسه شنو اللي اختاريتوه حتى أنا أشوف؟ هسه أنت روح استريح حتى لأن أبو السماوة راح يبدي تمام. يسألكم. نبدي بالسماوة يا شهد يسأل. كابتن تفضل. تفضل معانا. أنت اللي راح تطرح السؤالين والوقت اللي راح وقع يكون عليها الاختيار 20 ثانية للفريق. شباب. ما هي جنسية الملاكم العربي؟ نسيم حميد. يمني. ايش قد الوقت يا أحمد؟ بعد 4 ثواني. تأنوا بالإجابة. يمني؟ إجابة صحيحة. إذا سؤالكم الأول. الإجابة شنو؟ إجابة صحيحة. السؤال الثاني. استريح كابتن والجواب يكون من خلالك، يعني الجواب لا حد النهائي. يشوفه كابتن. هيجي. لكم حق الكل يجاوب بس الإجابة النهائية نسمعها من الكابتن. يلا. في أي عام تمكن منتخبنا الأولمبي لكرة القدم من الوصول إلى الدور نصف النهائي في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في أثينا؟ في 2004. جواب صحيح. قلنا والسابع. يلا تفضل يعني. كابتن لك الورقة واقرا لهم السؤال. ارجع لي هنا شوية. يلا السؤال الأول وبعد ما يقرأ السؤال أنا ما هو عدد الدوائر الموجودة في شعار الأولمبية؟ عدد الدوائر الموجودة في شعار اللجنة الأولمبية العراقية. يلا شباب.
5. ثبت على الاجابه؟ ثبت على الجواب. ثبت كابتن؟ شو تقول اجابتهم شنو؟ صحيح. صحيح. كابتن له حق يحكي، الكل له حق يحكي، بس الجواب النهائي يكون من عندك. يلا السؤال الثاني وسمعون زين شباب. هل سبق النجم حسين عبد الواحد تمثيل فريق الصناعة خلال مسيرته الكروية؟ حسين عبد الواحد تمثيل فريق الصناعة؟ لا ما مثل. شو تقولون؟ لا خلص ثبت على الاجابه. كابتن هل سبق النجم حسين عبد الواحد تمثيل فريق الصناعة؟ هو سمعتوه مو صحيح مضبوط؟ الجواب نعم، هو مثل فريق الصناعة في بداياته. استريح كابتن. إذن شهد النقطتين تذهب لفريق الديوانية بعد ما استطاعوا أن يجاوبون من سؤالين صحيحة. نعم. والسماوة خسر بهذه الجولة. إذن نتيجتنا النهائية 4 نقاط لنادي الديوانية مقابل نقطتين لنادي السماوة. شباب السماوة قادرين على التعويض، وشباب الديوانية أيضا قادرين على جعل الفارق يكون أكبر. فقراتنا كثيرة والقادم يعني أصعب. شنو فقرتنا القادمة يا شيخ؟ فقرتنا القادمة هي سؤال الدورق. شنو سؤال الدورق وشنو هي فقرته؟ نعرفها بعد الفاصل. رجعنا وياكم مشاهدينا وفقراتنا ما زالت مستمرة. التقدم الآن لنادي الديوانية وباستطاعة نادي السماوة التعويض. إذا مشاهدينا فقرتنا الحالية هي فقرة سؤال الدورق. شنو سؤال الدورق؟ هو سؤالين من خلال الدورق الموجود. يا زميلي أحمد. نعم. أحمد. راح نختار متسابق وراح نبدي مع فريق الديوانية. نعم. راح نختار متسابق من فريق الديوانية صاحب الرقم 11. صاحب رقم 11. شلونك كابتن؟ الحمد لله. اسم حضرتك؟ علي حسين جابر. كابتن علي شلون رمضان وياك؟ والله الاجواء كلش حلوه. يلا. الحمد لله. واشكركم على هذا البرنامج الحلو. روعه. احنا نشكر جيدكم. احمد سحبت السؤال طبعا يخص الشخوص والاماكن. اكيد طبعاً. ركز بالسؤال حتى نبدي الوقت بعد ما تسمع منطوق السؤال. سؤالنا هو يخص شخصيات، اماكن واحداث. سؤالك هو اين يقع ملعب تومبا؟ اين يقع ملعب تومبا؟ بدا الوقت. ملعب تومبا اين يقع؟ اعطيني الدولة فقط. الوقت ده يمشي. احمد المتسابق يباوع على فريقه، يريد احد يريد استعانة. بدا الوقت. منو يقول الاستعانة اللي اخذتها تومبا. برازيل. ملعب تومبا. برازيل. ثبت على الإجابة؟ متأكد مثبت؟ ثبت. انتهى الوقت. انتهى الوقت. ثبت على الإجابة. إجابتك خاطئة. يقع في اليونان ملعب تومبا. إذا الاستعانة ملعب كرة قدم يقع في اليونان. يلا شباب نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني والمتسابق الثاني. السماوة شو ما احتفلتوا بالخطأ؟ المفروض هسه انتوا تحتفلون. يلا تقدرون هسه بهالفقرة تعرفون. يلا رقم 10 شباب. المتسابق رقم 10. شلونك كابتن؟ الحمد لله. انت شلونك؟ رمضان كريم رمضان عليك. كريم علينا وعليكم ان شاء الله وعلى شيعة امير المؤمنين. يلا يا رب العالمين. ركز بسؤالك. هو اين يقع ملعب في نورد؟ ملعب في نورد. اين يقع ملعب فاي نورد او في نورد؟ هولندا. ممنوع الغش. اخر الوقت تحذير راح بدأ. تنسحب من عندكم الجولة. الإجابة النهائية الوقت ده يمشي. هولندا. هولندا. أحمد. ثبت يعني؟ اي ثبت. إجابتك صحيحة. يقع في مدينة روتردام الهولندية. طبعا يا شهد يقع هذا الملعب في مدينة روتردام الهولندية. إذا أحمد نادي الديوانية من سؤالين استطاع أنه يجاوب سؤال واحد صحيح. ننتقل إلى لنادي السماوة. ما أدري شهد أحس السماوة النقطتين اللي فقدوها مأثرة عليهم. لا مأثرة عليهم. شباب فقرات بعد عندنا خمس فقرات.
يلا ان شاء الله. نشوف اول المتسابقين اللي هو رقم 15. متسابق رقم 15. يلا. شلونك كابتن؟ اهلا وسهلا. اسم حضرتك؟ علي كريم. كابتن علي. شلون رمضان وياك؟ رمضان خير وبركه ان شاء الله على الامه الاسلاميه، ورمضان كريم عليكم اجمعين يا رب العالمين. اذا سؤالك اين يقع ملعب واندا ميترو بوليتانو؟ سمعت الاسماء. يلا ترى الوقت بدا يمشي عندك. الوقت دا يمشي. الاستعانه ممنوعه. ملعب واندا ميترو بوليتانو. الاجابه ان شاء الله اسبانيا. ثبتت اسبانيا؟ ماكو كابتن لا تاخذ استعانه من احد. ان شاء الله. ثبت اجابتك صحيحه. ما تقدر علي. اذن يلا نشوف المتسابق الثاني. سماوه، هذا المتسابق يعطيكم النقطتين لو يخليكم تتعادلون. رقم 3 مرتده رقم 3. هاي راح تكون مرتده. الله عليه احترقنا. 10 بلف. شلونك كابتن؟ شلون شعيني؟ الله اسم يسلمك. حضرتك؟ فارس شاكر داوود. كابتن فارس مستعد؟ ان شاء الله مستعد معلوماتك بجهود شلون الطيبين هي؟ وجمهور ربعي وبجهودكم ان شاء الله. ان شاء جهود الله. الاجواء الحلوه. سؤالك. يلا سؤالك. ما هي جنسيه اللاعب عبد العزيز العنبري؟ كابتن. سعودي. تحذير اخير. ان شاء الله سعودي. عبد العزيز العنبري. ثبت لو يعني انهي الوقت؟ ثبت. احمد الاجابه. اجابته خاطئه. كويتي. عبد العزيز العنبري. شو ساكتين؟ تعبانين شنو؟ خلينا نسمع شيء من السماء. يلا. شباب الفريقين الفقرة القادمة راح تكون صعبة، ما بيها أسئلة. فقرتنا شنو راح تكون يا شهد؟ فقرتنا يا أحمد فقرة رمية حرة، راح تكون فقرة اختيارية، من حق كابتن كل فريق يختار اللاعب اللي راح ينفذ هذه الفقرة. 5 كرات لازم يدخل أكثر عدد بداخل المرمى، لكن وهو معصوب العينين. أكيد يا أحمد. يعني بدون ما يشوف. ومن حق كباتن من حق الفريق، من حق الفريق، اي فريق من حقه يوجه لاعبه، وايضا من حق الفريق الاخر التشويش على اللاعب. يعني السماوه اذا لعب الديوانيه من حقك انه تشوش وما تخليه يسمع ومن حق توجيهات فريقه اللاعب، لكن بدون ما احد بدون وقوف، يعني وانت قاعد على كرسيك. اوكي شباب جاهزين؟ يلا نروح لفاصل وبعدها نبدا التحدي في رميه حره. رجعنا وياكم حتى المشاهدين ونبدي تحدينا الجديد. السماوه عندكم نقطتين نقص، والديوانيه متقدم عليكم بنقطتين، لازم تعوضون، والديوانيه شدوا الهمه حتى تصنعون الفارق. السماوه ما وصيكم شوش عليه، ديوانيه وجهوه. من حقك التشويش. عادي هذا تشويش عادي. شلونك كابتن؟ شباب اذا ضيع الكرات اللي حقه رجعه، واحط الكرات قدامه حتى يكون واضح للفريقين. اوكي؟ ايش قد صار لك تشجع ديوانيه؟ من الطفوله. وين بيتكم بالديوانيه؟ بعفت؟ بالمركز. بالمركز؟ انا عندي اصدقاء بعفت هواي. اوكي هسه راح تصير الكرات امامك. يلا لك حق تلعب.
ما تشوف، بس تعدلها لان كباطن. هسه عندك كره قويه يعني. هاي هسه هنا اكو كره امامك، يلا كره امامك، بس حاول لا تنزل راسك. ايه اوكي يلا. كم واحدة قوالت؟ كم واحدة؟ بس واحدة. يلا شباب. من اصل 5 كرات كرة واحدة. يلا كابتن فريق السماوة. شو راح يسوون بيك الديوانية؟ نعم. هاي حتى تتنفس. لكم حق أوكي. التشويش. نعم. شلونك؟ وين بالسماوة انت؟ مركز المدينة غير؟ شلون هالسماوة حلوة؟ حلوة بأهلها باديتنا. يلا الكرات امامك الان بلش. كابتن هسه بابا قدامك يلا روح. هسه بقت واحدة بس. هسه الكرة امامك. إذا أحبتي المشاهدين السماوة لم يدخل ولا كرة داخل الهدف، إذا يخسر النقطتين لأن الديوانية استطاعوا إدخال كرة واحدة. والنتيجة النهائية هي 8 نقاط لنادي الديوانية مقابل 4 نقاط لنادي السماوة. نعم. فقرتنا القادمة شنو راح تكون؟ والتحدي القادم والسماوة قادرين على التعويض، عندكم بعد 3 فقرات. نعم، فقرتنا التالية مشاهدينا هي فقرة رياضية لكن بعد الفاصل. رجعنا وياكم مشاهدينا وفقراتنا كثيرة وما زال باستطاعة نادي السماوة التعويض. إذا فقراتنا خلينا نذكر بالنتيجة قبل لا نروح الفقرة. 8 نقاط لفريق الديوانية مقابل 4 نقاط لفريق السماوة. إذا مشاهدينا فقرتنا الحالية هي فقرة رياضية يقدمها الدكتور سعد عامر، والفقرات تتضمن أسئلة وقوانين. طبعا شباب ايضا لكل سؤال 20 ثانية، الفريق اللي يحصل على اكثر عدد من الاجوبة الصحيحة هو يكون الفريق الفائز بهذه الفقرة. مساء الخير، مساء النور على اهلنا الديوانية الكرام، مساء الخير مساء الفل على اهلنا السماوة الكرام. فقرتنا متكونة من مجموعتين، المجموعة الأولى هي أسئلة عن قانون كرة القدم، والمجموعة الثانية هي من أنا. على مود نبدي اريد واحد من عندكم وواحد من عندكم، انتم تختارون اي واحد. راح تسوون مهاره بالراس بضرب الكره بالراس، الفريق اللي يسقط الكره راح تكون البدايه مع الفريق اللي مستمر. اوكي، اختاروا لاعب من عندكم. يعني تعتبر كقرعه بدايه. اوقف الكابتن هنا شوي، ارجع لي ورا، ارجع لي ورا، داوموا بيناتكم. يلا اللاعب اللي سقط الكره هو. يلا داوم بالراس فقط بالراس. فقط بالراس. البدايه راح تكون مع السماوة. تمام شباب هاي ما بيها نقاط. هاي بس ضربة البداية. السؤال الأول، قانون كرة القدم. 20 ثانية لكل سؤال.
كم حكم يوجد في مباراة كرة القدم؟ اسمع الاختيارات: 6 حكام، 7 حكام، 8 حكام. بدأ الوقت. داخل الملعب يعني باللعبة الواحدة ايش كم حكم موجود لازم؟ 6 7 8 حكام. 10 ثواني شباب بعد. الوقت ده يمشي. ثبتوا لي على واحد يجاوب. 6 كابتن. الإجابة خطأ، 7 حكام. اوكي خليني اشرح لكم. 4 حكام، 2 مراقبين خط، 1 حكم رابع، 1 وسط، 2 خلف المرمى، 1 حكم فيديو. 7. صحيح. قانون كرة القدم. قانون الجديد. السؤال الثاني. يلا. السؤال الثاني. لا كابتن. قانون كرة قدم هذا محدث مو احنا كم انذار يحصل عليه اللاعب ويحرم من المباراة؟ انذارين، خل اكمل بس خل اكمل. انذارين، 3 انذارات، 5 انذارات. يحرم من المباراة في الدوري العراقي. في الدوري العراقي. لا كابتن فهم السؤال. دكتور اشرح لهم السؤال. وقفت الوقت شباب. لاعب انذار حصل هاي المباراة انذار وبعدها انذار، يعني متتالية. كم انذار يحرم من المباراة؟ كم انذار يحرم بالمباراة؟ بدأ الوقت يلا. 5. ثبت لي على اجابة. 5. بالدوري العراقي 3 انذارات ويحرم الرابع. الاجابة خطأ. يلا شباب. السؤال الاخير. ما القرار عندما يصاب حارس المرمى اثناء تنفيذ ضربات الجزاء؟ فريق يلعب ضربات جزاء، الخيارات حارس مرمى انصاب. خيارات: لاعب يبدل داخل الملعب، او عندك حارس تقدر تبدله بحارس مرمى. تقدر تبدل حارس بحارس او تبدل لاعب اداء. الاجابه صحيحه. اوكي شباب. اذا دكتور اول 3 اسئله حصلوا على 2. حصلوا على سؤال واحد صح. نبدي مع صح. دكتور الاجابه الصحيحه شنو كانت؟ الاجابه الصحيحه على هذا السؤال من حقه يبدل حارس مرمى اخر. اوكي يلا. يعني بس سؤال واحد جاوبه. اي سؤال واحد. لا بعدك وجبه ثانيه يعني فقرتين بهذه الفقره. السؤال الاول: مقطعين. ما هو عرض الخط الجانبين في ملعب كرة القدم؟ اعطي اختيارات: 10 سنتيمتر، 11 سنتيمتر، 12 سنتيمتر. بدأ الوقت شباب. ما هو عرض الخط في ملعب كرة القدم؟ 10 سنتيمتر، 11 سنتيمتر، 12 سنتيمتر. 12. لا الكابتن يجاوب. ثبت على الإجابة. 10. الإجابة خطأ، 11 سنتيمتر. السؤال الثاني: هل يجوز على حكم الساحة أن يطرد حكم المراقب خط؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا. متفق؟ متفق. يجوز للحكم أن يطرد الحكم الرابع. قانون كرة القدم. إذا الجواب خطأ. المراقب خط. حكم مراقب. شباب. أعيد السؤال. لا يجوز. جاوبتوا شباب جاوبتوا. لا اي اوكي يجوز له، يجوز حتى كابتن. بس خلي فهمك الدكتور. اعيد لك السؤال. هل يجوز على حكم الساحه ان يطرد حكم مراقب الخط؟ انتم قلتوا لا، هو يجوز، قانونا يجوز. اوكي يلا السؤال الثالث دكتور. يلا السؤال الثالث دكتور. السؤال الاخير: ما القرار اذا كان احد الفرق نقص لاعب ونفذت ضربات الجزاء لكل الفريق؟ الاختيارات شنو كابتن؟ يعني بس تبدي الخط. ما بدي رجاء افتهموا الحالات على ما تعرفون تجاوبون. يعني انا عندي 10 لاعبين وكو فريق 11 لاعب، نفذت الضربات. انت كقرار حكم شو تسوي؟ طلع لاعب من 11. متاكد؟ اي متاكد. ممتاز، الاجابه صحيحه. صحيح كل الزين. اذا التعادل في الفقره الاولى. لا نفس الشيء شرح كباتن نفس الشرح نفس السؤال. لكم حق ايضا التوضيح. دكتور يلا فقره من انا. اوكي بس انتوا لحد الان متعادلين. فقره من انا لاعب دولي عراقي اطلق علي لقب باجي العراق.
احمد خضير، اكرم عمان نوئيل، محمد ناصر. بس بالمايك كابتن. احمد خضير. الاجابه صحيحه. بالمايك تعطيه مايك خليه. اوكي انت اجابه النهائيه نسمعها من الكابتن شباب. بس نهدى شويه حتى تجاوبون يلا. السؤال الثاني. من انا حارس مرمى في الدوري العراقي ومنتخب العراقي لقب علي لقب الطائره؟ جليل زيدان، عماد هاشم، هاشم خميس. هاشم خميس. من كابتن الاجابه النهائيه يمك ليش يلا. عصبي؟ الاجابه صحيحه. السؤال الثالث. من انا اول لاعب نصب له التمثال في ملاعب العراقيه؟ الكابتن المرحوم عمو بابا، الكابتن المرحوم جمولي، الكابتن حسين سعيد. الكابتن جمولي. بدا الوقت شباب. ثبت. عندكم وقت. متاكد؟ الاجابه صحيحه. اذا الثالثه صحيحه يا دكتور. الاجابات اجابات. اوكي تمام. السؤال الاول. ديوانيه شويه صعبه عندهم 3 اجابات صحيحه. اي خطا يمنح نقطتين للسماوه. من انا لقبني الجمهور بلقب الباشا؟ قصي منير، حسام فوزي، احمد عبد الجبار. الاجابه صحيحه. من انا اكثر لاعب مثلت انديه في الدوري العراقي؟ علي حسين الحيمه، محمد عبد الزهره، نور صبري. اجابه صحيحه. السؤال الاخير. من انا صاحب الهدف الوحيد في كاس العالم مع منتخب العراق؟ تعادل. إذن سورة الفاتحة للمرحوم أحمد الراضي ولكل المتوفين في الرياضة العراقية. شكرا لك دكتور، معلومات قيمة يستفاد منها الجميع، يعني هي مو فقط مسابقة لكن حقيقة أنا كمقدم برامج استفادت كثير من خلال المعلومات اللي تقدمها للمتسابقين. شكرا لك دكتور. إذن شهد نقطتين تذهب لكل فريق والنتيجة تصبح 10 مقابل 6 نقاط. 6 نقاط لنادي السماوة. نعم يا أحمد. فقرتنا القادمة شنو راح تكون؟ فقرتنا التالية يا أحمد هي فقرة رياضية. شنو فقرة رياضية؟ في الملعب. فقرتنا القادمة خليني أمثلها للجمهور. مثل خليني أشوف. حس بيدي. حلو يا أحمد عندك مواهب. فقرتنا القادمة راح تكون في الملعب. اللي يحافظ على أكثر وقت محافظ على الكرة وسيطرة هو يكون الفريق الفائز. يعني هي فقرتنا تتضمن أداء حركات مهارية وراح يتم الاختيار. كابتن كل فريق يختار لاعب يمثل فريقه. اختيار اللاعب الأكثر مهارة. يلا شهد نروح لفاصل وبعدها نكمل وياكم. رجعنا وياكم مشاهدينا وفقراتنا ما زالت مستمرة. وفقرتنا الحالية هي فقرة في الملعب. سبق وأن نوهنا عليها، هي فقرة تعتمد على أداء الحركات المهارية. نعم نبدأ مع فريق الديوانية ويتفضل كابتن فريق الديوانية اللي راح يمثلهم بهذه الفقرة. كابتن خليني أفهمك بالفقرة. راح أعطيك 15 ثانية كحد أقصى بالقدم و15 ثانية بالرأس. يعني مجموع الوقت 30 بس 30 ثانية. بس احنا نتوقف 15 ثانية تتوقف بعدين تتحول للرأس. اوكي جاهز؟ بعد ما تسمع الصافرة ابدي الوقت وتبلش. كاملة يا شهد. هسه بالراس.
شعرك مو خساره ويا الديوانيه. فريقك يلا. فدوله جاهز؟ خليه يخسر. يلا. يلا 4 ثواني. احمد 4 ثواني. يلا شوف سريع. يلا عافيه عدم. اذا 19 ثانيه. السماوه قادرين على التعويض؟ يلا تبدي بالقدم. يلا جاهز؟ بعد ما تسمع الصافره راح تبلش. الكابتن مسيطر. تطلع من رجله وتلمس الارض اصفر انا. يلا جاهز؟ تعوض. تقدر تنفس 5 ثواني تاخذ الجوله. يلا 1 2 3. السماوه كانت فرصه، الجول مفتوح. نعم. والجول شو واقع. 4 ثواني انت سويت ثانيتين. يلا منها شو يلا هارد لك لكم. يعني هي مهاره كانت تعتمد على التركيز العالي. شاهد النقطتين تذهب الى الديوانيه اللي عندك 19 ثانيه مقابل 17 ثانيه لفريق الشباب. النتيجه اصبحت يا شهد 12 نقطة لفريق الديوانية مقابل 6 نقاط لنادي السماوة. ديوانية الفوز صار رسمي طبعا، بس عندنا فقرة الأخيرة لازم نسويها اللي هي فقرة قطع التذاكر. نعم يا أحمد. شنو هي قطع التذاكر يا شباب؟ فقرتنا الأخيرة مشاهدينا هي فقرة قطع التذاكر، فقرة تعتمد على الحظ بوجود صندوق بكارتات. راح كل فريق يختار صاحب أكثر حظ موجود بيناتهم، يسحب 3 كارتات. الكارتات عشوائية يكون الاختيار، بها فوز بها تعادل بها خسارة. الفوز راح يعتمد 3 نقاط. نعم يا أحمد. والتعادل نقطة واحدة والخسارة ولا نقطة. يلا نروح لفاصل وبعدها نبدي فقرتنا قطع التذاكر. رجعنا وياكم مشاهدينا في فقرتنا الأخيرة وهي فقرة قطع التذاكر، لكن قبل ما نبلش بفقرتنا خلونا نسمع هزوجة مشتركة بحب العراق. يلا قوم يومك هاليوم. نفديك يا عراق بالروح بالدم، نفديك يا عراق بالروح بالدم. شكرا لكم شباب، شكرا جزيلا لكم. عراقية 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 عراقية، والله لو حطش على راس عراقية ام الوطن. طبعا بالتاكيد هي العراقيه بيت لكل العراقيين، والرياضيه بيت لكل الرياضيين، واليوم انتم ببيتكم وعلى ارضكم، وان شاء الله يا رب دائما تعمل الرياضيه لخدمه الرياضه العراقيه. يتفضل معانا صاحب الحظ من كل فريق. صاحب الحظ. اختار 3 كل واحد يختار 3 كارتات شباب، بس من رخصتكم. يلا الأولى من المدرج، مدرج الديوانية. إذن
تفضل كابتن. تفضل كابتن. شكرا كابتن. نبدي وياك شهد، يلا نبدي بالسماوه. نادي السماوه اختاريته صاحب الاكثر حظ، يعني كلكم اتفقتوا على انه هو صاحب اكثر حظ. شو تقولون اول كارت؟ فوز، تعادل، خساره، تعادل، فوز. البخت بيه؟ اذا مشاهدينا صاحب البخت لنادي السماوه اول كارت هو كارت الخساره. اليوم السماوه مو بيومكم. الكارت الثاني، الكارت الثاني قادرين على التعويض السماوه، خسرتم مباراه بس ما طلعتم من البطوله. الكارت الثاني هو كارت التعادل، يعني نقطة واحدة عندكم. شباب المهم المشاركة، وجودكم هو مكسب حقيقي. الكارت الأخير شنو تتوقعوا؟ فوز؟ نادي الديوانية ايش تتوقعون؟ خسارة؟ شو تقولوا لهم؟ الكارت الأخير هو كارت الفوز. 4 نقاط إذا لفريق السماوة. نشوف حظ الديوانية. شلون حظك؟ زين؟ نص ونص. تعادلات. نشوف أول كارت. والله اليوم الديوانية جايبينها عدلة. الديوانية. أول ايش تتوقعون الثاني شنو؟ ها لا خسارة، هالمرة خسارة. شباب الكارت الأخير الفوز يخليكم تاخذون الفقرة، والتعادل يخليكم تتعادلون معاهم، وإذا خسارة تروح نقطتين للسماوة. الكارت الأخير، الكارت الأخير ايش تتوقعوا؟ فوز الديوان. لا شباب خسارة. شباب شباب صارت نقطتين للسماوة هذه. نعم يا أحمد. إذا حبيت المشاهدين نقطتين تذهب لفريق السماوة، لكن ما يزال الديوانية هو الفريق المتقدم. نعم يا أحمد. إذا النتيجة النهائية 12 نقطة لصالح نادي الديوانية مقابل 8 نقاط لنادي السماوة. تفضلوا معنا كباتن. تفضل كابتن. الديوانية عندكم وقت للاحتفال. كابتن السماوة مركبة كابتن اول شيء مبروك عليكم الفوز. سماوة هارد لك. الخسارة مو نهاية الطريق. نعم. ممكن ما زال تتعثر كثير من بداية الطريق، لكن المباريات تقوم وتقدر تواصل. تواجدنا وياكم ان شاء الله من هذا المنبر، وكلهم اخواننا وماكو فرق. صعد المايك شويه. ماكو فرق بيننا وبين الديوانية. ان شاء الله ماكو فرق. اخواننا وربعنا، والفوز لهم واحنا نهنيهم بعد. من الديوانية للسماوة ايش قد الطريق بالسيارة؟ 3-4 ساعة. 3-4 ساعة، يعني حبايب ماكو فرق. ماكو فرق انا السماوة. شو تقولون مثل هيك برامج يعني تفاعليه، وشوف الجمهور اللي غاب عن المدرجات لكن العراقيه ارتأت انه يكون موجود معنا في مدرجات دور الجماهير. نعرف القناه العراقيه دائما سباقه لهاي الامور، وتحس بمعاناه الجمهور واحنا نشكرها، ومن يعني من المدرجات نشكرها مو منا، لان المدرج تدري فارغ، ونتمنى من عندكم توصلون صوتنا لوزير الشباب والرياضه ان يسمح للجماهير بالدخول الملاعب. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يوصل صوتكم. ديوانيه شنو شعوركم باول فوز؟ والله احنا بالبدايه نريد هذا الفوز لجمهور الديوانيه الوفي اللي من خلال شاشه التلفاز اللي ازر هذه الوجوه الطيبه اللي نخبه الرائعه من الجمهور رابطه مشجعين الديوانيه، ونقول واحنا نشكر العراقيه الرياضيه لهذه الجهود الجباره، لان احنا هاي السنه انحرمنا من الجمهور من الملاعب، ولكن سنحت لنا فرصه، وان شاء الله جايين احنا منافسه على البطوله
يعني واحنا والسماء واحد تردونها؟ البطوله قافلين قافلين على تحدي البطوله؟ مثل العنكوشي قافلين مثل العنكوشي. العنكوشي يجي معكم اللعبه الجايه؟ العنكوشي ان شاء الله ان شاء الله المباراه القادمه يحضر ان شاء الله. ان شاء الله. يلا على بي. شباب الديوانيه كلهم حماس بعد فوزهم الاول يا شهد. وايضا شباب السماوه ماكو يأس لان الخساره مو نهايه الطريق. اهم شيء المشاركه، اهم شيء اليوم انتم نورتونا في برنامج دور الجماهير، وجودكم كان كافي. اذا يا شاهد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم واللي انتهت بفوز فريق الديوانيه. انتظرونا بحلقه جديده وتحدي جديد وفرق اخرى. في امان الله. مع السلامه.